السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيكة تحفة وعالية. بصوا بسم الله ما شاء الله، هشة جدا والسوا بتاعها جميل جدا ومتحمرة ما شاء الله. اهم حاجة منساش نعمل لايك ونفعل الجرس ونعمل اشتراك للقناة. زي ما انتوا شايفين كده الكيكة بتاعتنا الجميلة الخطيرة ديت. هقولك على كل الخطوات بتاعتها اللي تخليها ما تبقاش تهبط معاكي وتبقى هشة وجميلة جدا. اهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول على افضل الصلاة والسلام. وتعالى اقول لكم على المقادير بتاعتنا. انا عايزة اوريكم الانبهار بتاعي للكيكة ما شاء الله عالية جدا، والتحمير بتاعها والسوا بتاعها. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا المقادير بتاعتي كلها. المقادير بتاعتك كلها تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش طلعي البيض من التلاجة وتشتغلي بيه، طلعي اللبن من التلاجة وتشتغلي بيه، ده سبب الهبطان في اي كيكة. معايا ايه؟ معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، بنطلعهم ونركنهم شوية من التلاجة، ما نشتغلش على طول. 3 بيضات، معايا كوباية من اللبن، معايا كوباية من السكر، معلقة من الخل، ومعايا كوباية الا ربع من الزيت، رشة من الملح، ومعايا فانيليا، وتلات كوبايات من الدقيق، وكيس كيك شيف. حطيت التلات بيضات وحطيت الفانيليا ورشة الملح ومعلقة كبيرة من الخل. بجد بجد المحسن بتاع الكيكة الخل والكيك شيف، دول لا يعلى عليهم. خدي كيكة ناجحة وان شاء الله تبقى جميلة جدا. وكده فضيت اللبن بتاعي، بنحط كل المواد السائلة بتاعتنا. حطيت كوباية الا ربع من الزيت، ومعايا هنا كوباية من السكر. هنخلط كل الخليط بتاعنا ده في الخلاط لمدة من 4 ل5 دقايق لحد ما الخليط بتاعنا يبقى كريمي كده، ويبقى كله يدوب في بعضه. معايا بولة هنفضي فيها البولة بتاعتك تكون ناشفة، هنفضي فيها المواد السائلة بتاعتنا. بصوا ما شاء الله السكر بتاعنا داب وكل حاجة اختلطت مع بعضها. هنبدأ ناخد بقى الدقيق بتاعنا زي ما قلت لكم. اعملوا بالطريقه اللي بقولك عليها دي، هتاخدي كيكه ناجحه وان شاء الله مش هتكون مش هتهبط معاكي. بس اهم حاجه ما تاخديش الحاجه من التلاجة نشتغل بيها، نسيبها بره شويه لما تهدى كده وتبقى ايه، بدرجه المطبخ كده، ما تبقاش ساقعه. معايا الدقيق بتاعي 3 كوبايات دقيق، حطينا عليهم كيس الكيك شيف. الكيك شيف بيخلي الكيكة بتاعتك عالية جدا، وما شاء الله بيخليها مرتفعة وجميلة. بالنسبة للخل بيخلي الكيكة بتاعتك بيضة من جوه قوي وتبقى ايه، متبقاش غامقة. حطيت الدقيق بتاعي على المواد السايلة وهقلب زي ما انتوا شايفين كده. انا لحد دلوقتي ما ولعتش الفرن بتاعي عشان خاطر الفرن ما نولعهوش ونيجي نعمل عبال ما نعمل الخليط بتاعنا ده كله وناخد الوقت ده. افتح الفرن احط الكيكة، خلاص الكيكة كده اخدت لون من بره ومن جوه نية تهبط مني. الفرن هيبقى سخن معاكي قوي. انا لحد دلوقتي لسه ما ولعتش الفرن ده بالنسبة للفرن بتاعي. اي حد الفرن بتاعه هو عارف درجة الحرارة بتاعته، انا بتكلم لكل حبايبي المبتدئين. نعمل ايه؟ اولع الفرن من بداية انا كده ما خلصت خلاص الخليط بتاعي. اولع الفرن وقبل ما احط الصينيه افتح الفرن واشوف درجه الحراره تبقى عامله ازاي. ايدي استحملت الحراره هدخل الصينيه، لقيتها سخنه قوي هفتح الباب اطلع كل السخونيه اللي في الفرن واحط الكيكه بتاعتي. عشان الفرن مقفول بيبقى كاتم السخونيه، هفتح اطلع كل السخونيه بتاعتي. الفرن بتاعي على درجه حراره 180، الشبكه بتاعه الفرن تكون في الرف الوسطاني. احط الصينيه بتاعتي كده. خلاص انا جبت الصينيه بتاعتي بدرتها بدقيق، حطيت معلقه سمنه وبدرت الصينيه بتاعتي بالدقيق. فضيت الخليط بتاعي حطيتها في الفرن، قعدت نص ساعه، هي تلقائي كده بتلاقي الريحه طلعت لوحدها. بعد نص ساعه بتلاقي الدنيا اتقلبت ريحه كيكه. انا عشان عارفه طبعا السوا بتاع الكيكه بتاعتي بعد نص ساعه بروح اطلعها. انتي بقى كمبتدئة بتفتحي الفرن وبعصاية الشوك تيجي مجربة بيها، او اي معلقة او السكينة حرفها رفيع اجرب بيها، طلعت معايا نضيفة كده الكيكة بتاعتي ناجحة وكويسة، اطلعها من الفرن لسه شوية اقفل الباب على طول واسيبها. وبعد كده ما اطلعهاش على طول، افتح الباب بتاع الفرن اطلع السخونية وبعد كده اقفله تاني واسيب الصينية بتاعت الكيكة ربع ساعة كده في الفرن أو 10 دقايق. بعدها بطلعها ما احطهاش على رخامة تكون ساقعة ومتلجة، على البوتاجاز برضو، بحيث ان البوتاجاز هيبقى دافع عليها غير الرخامة بتبقى متلجة قوي،
بتسقع لك بتخليها تهبط. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها. انا طلعت الكيكه بتاعتي وفضيتها في الصينيه، وحبيت اوريكم السمك والحمار بتاعها الجميل. بصوا بسم الله ما شاء الله، ما ولعتش حاجه خالص. انا ولعت البوتاجاز من تحت على درجه حراره 180، وبعد كده فتحت الباب لقيتها لسه فاتحه شويه، جيت على طول بالولاعه مولعه الشوايه وقافله الباب، يا دوبك عدت ثواني وجيت فاتحه الباب، طافيه البوتاجاز وفاتحه الباب، مطلعه الصهد اللي في الفرن وسايبه الكيكه بتاعتي 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه، واجي مطلعاها حطاها ومفضيها كده على الصينيه بتاعتي زي ما انتوا شايفينها. بصوا عليها ازاي. اهم حاجه اعملوا كل الخطوات دي وان شاء الله هتطلع منكم جميله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه وعاليه وجميله جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.